هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يعني لاول مره سيد حنفي فتح في الكويت، فطبعا ما كانش ينفع نفوت فرصه ان احنا نجربه، خصوصا ان احنا مش عاملين اكل النهارده. ف ادم ورا يسلم عليكم، وهاخدكم دلوقتي جوله سريعه واحاول اصور لكم قبل ما اكل. ان شاء الله يعني تطلع تجربه لطيفه. ويلا بينا نجرب سيد حنفي لأول مرة في الكويت. مبدئيا كده الديكور لطيف جدا، كان ديكور لطيف جدا جدا يعني. سيد حنفي الآن في الكويت. طبعا شارع حوالي في حوالي تونس بجوار سوق المعلم. ادم بيوريكم العيش. هو عاملينه هنا بتواريخ طبعا عشان كل حاجه هنا لازم تكون متطرخه. حبيبي خلينا ندوق. العب بديك العب بديك. عمو جاب ميه لادم. عايزين ندوق يا بابا، لنا كده زعتر يا دومي. عاملين هنا نظام المنيو تكون معروضة في شاشات، ده طبعا مش متعودين عليه في محلات الكشري الحقيقة. حاطين هنا تنبيه ان الشطة بجد حراقة جدا، فبرضه هنجرب يعني. بس حقيقة انا معجبة جدا بالديكور يعني. كل الديكور مرسوم كده، ترابيزات نظيفة جدا، طبعا كان لسه جديد فكل حاجة بتلمع. السلطة جايبين الطقم من مصر كمان. الموظفين كلها بتتكلم مصري. للأمانة التجربة كويسة جدا. الحمص بس زي ما قلت لكم كان شوية محتاج يستوي، وعاملين فكرة جميلة للأمانة برضو عشان هم فاتحين جنب ماكدونالدز، فلو ما عملوش الفكرة دي هيبقوا يعني الماركتينج بتاعهم فعلا شاطرين يعني. ان هو عاملين وجبات للأطفال معاها لعبة، فطبعا كلنا عارفين ان ماكدونالدز بس هم اللي بيعملوا كده، فحركة لطيفة منهم يعني ان هم يعملوا ده للأطفال. بس احنا ما كناش نعرف ومحدش قال لنا، احنا شفنا بس ترابيزة طلبت وجبات معاها ألعاب أطفال، بس احنا طلبنا طبق صغير عادي لآدم يعني. بس وده كان التقييم بتاع الكشري ابو سيد حنفي. احنا بنقول كل حاجة ابو. وبس، يا رب تكون الفيديو كان خفيف عليكم، وان شاء الله الموجودين في الكويت يجربوه ويبقوا يكتبوا لنا رأيهم بقى. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي.